السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة بقى هنعمل كفتة، احلى كفتة هتعمليها ان شاء الله. انا معايا هنا كيلو لحمة مفرومة، حطيت عليها ليا، طبعا اللي هي بتودي الكفتة في حتة تانية يعني. عليها شبت، فعملتهم فرمة واحدة لان كانت فرمتها خشنة. تمام. هنا بقى دول بصلتين كبار، انا مصفياهم بس هرجع اصفيهم تاني معاكم لان هي بشيل منها الميه يعني. شايفين؟ هصفي كل الكميه. احنا مش هنرمي الميه، ميه البصل دي مش هنرميها، هقول لكم دلوقتي هنعمل بيها ايه. انا مصفياها قبل ما احطها في الطبق، ورجعت برضو نزلت ميه تاني. شايفين؟ كل دي ميه نازله منها. ما علينا، سمي الله بقى. بصي، دي البصل. معانا هنا ايه بقى؟ فلفل اسمر وكمون وكزبره وجوز الطيب وقرفه، شويه دقه ومرقه سايب. هنحط الكلام ده كله. تمام. وعلى كيلو اللحمه هنحط معلقه بيكنج باودر كده، يعني يعتبر نص الكيس لان هو الكيس فيه معلقتين. تمام. ومعلقه دقيق عشان تلم اي سوائل في الكفته، معلقه دقيق واحده كده. تمام. هتمسكي بقى الكلام ده كله، هتعجنيه كويس جدا، اعجني كتير كتير قوي يعني، لان عايزه الكفته تطلع معاكي ناجحه. اعجنيها كتير قوي، ولو عندك عجان حطي فيها عشان الانسجه بتاعتها كلها تدخل في بعضها كده. انا هعملها للقوام اللي انا عايزاه وارجع لكم. عايزه اوريك القوام دلوقتي بقى عامل ازاي. تفضلي تدعكي فيها كده، تعجني فيه لحد ما القوام يفتح. تمام. لون اللحمه كده يفتح. شايفين؟ بدأت تحس ان هي بتلزق كده. شايفين؟ كمان شويه وهوريكم برضو. بس عايزه اقول لك حاجه، عايزه الكفته تطلع معاكي ناجحه وحلوه، ما تكترلهاش حاجات، لا بصل ولا اي حاجه بقى. اذا كان بقى انت بتضيفي لها فلفل او ايا كان، ما تكترلهاش الحاجه، هتطلع معاكي كويسه جدا. وعايزه اقول لكم كمان ان انا حاطه فيها توم مفروم عشان نسيت اقول لكم. شايفين بقى القوام بتاعها؟ شايفين؟ بصي، شايفه؟ حطوها بقى ترتاح شويه في التلاجة ونرجع نصبعها مع بعض. هنا بقى حبايب قلبي دخلنا الكفته تتشمع في التلاجة شويه. هنا بقى هنعمل التوميه. معانا بيضتين، وكم فص توم محترمين كده، ورشه فلفل اسمر، ورشه كمون صغيره مش كتير يعني، حاجه بسيطه كده، ومعلقه خل. هضرب الكلام ده كله في الخلاط، واحنا بنضرب هنزود كوبايه زيت كده. حبايب قلبي نكون فرمناها في الخلاط اهي. شايفين قوامها؟ ولسه هتتقل كمان لما تغلي. هنا بقى هعمل لكم صينيه كفته تحتها فرشه كده، وواحده من غير. انا هنا بصل، حاجات ايه رفيعه كده. خلص كل الكميه وارجع لكم. ده حبايب قلبي هنصبع بقى مع بعض الكفته. انا للاسف مش لاقيه عصيان الشيش طاووق دي عشان اصبع عليها. انتوا عارفين ان الدنيا عندي متدربكه،
والمحلات قافله دلوقتي، فمش هعرف ايه ابعت اجيها، فهنمشيها كده بقى. تمام، نسمي الله كده. بحاول ان انا اعملهم كلهم قد بعض، هي كمان بتكش عن كده يعني. هخلص الكمية، شوف انا عملت دول، هخلص هعمل ده كمان. ايه رأيكم؟ لو وصلتوا معايا لحد هنا ما تنسوش تصلوا على النبي في التعليقات، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. واعملي جربي الطريقه دي، هتعملي احلى كفته. رايك كده؟ يلا هكمل وارجع لكم. ايه رايكم كده بقى حبايب قلبي؟ عملنا دي، وعملنا فرشه بصل وفلفل وطماطم، رشينا عليها شويه دقه، وعملنا صينيه كده. ولعين الفرن يسخن وارجع لكم. مش انا قلت لكم ان ده هيتقل؟ ايه رايكم؟ شايفين القوام؟ شايفين القوام؟ دي توميه يا جماعه مش طحينه. يلا عاوزه اوريكم الكلام ده وهو في الفرن كده. طبعا نزلتها على نار عاليه تحت الاول شويه، ورفعتها فوق عشان بس دي ايه تحتها فرشه كده ايه تغلي زي ما انتم شايفين كده. شايفين؟ على نار عاليه. اقول لكم يا اللي مفيش منكم ايه رايكم نغرفها بقى مع بعض؟ ملا عدى الكلام. رايكم؟ بس هي كشت او مش اكيد من اللحمه فكان فيها سمين كتير. شايفين؟ بس ايه رايكم؟ شايفين؟ وده كان غدانا النهارده حبايب قلبي. تعالوا اتفضلوا معانا، والف هنا وشفا على كل اللي اكل يا رب. ولو وصلت معايا لحد هنا ما تنسيش تشتركي في القناه وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.